يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. وهل تراوح الشتاء يعني ايه؟ يعني جبنه، يعني زبده، يعني قشطه، يعني لبن رايب. عملنا الكلام ده كله من شويه حليب. هتملي البيت خير يا ست الكل. هتعملي جبنه طبعا، جبنه تلاجة احلى من اللي بتشتريها بمراحل، ما فيهاش اي اضافات، بلبن طبيعي. هنعمل زبده، هنعمل قشطه، هنعمل لبن رايب، هنعمل مصل اللبن. ده كله ان شاء الله بشويه حليب، سهل جدا وسريع. وطبعا هتدعيلي على الوصفه دي. وطبعا الجبنه بتدوب في البق دوبان. حبيت اوريها لكم في بدايه الفيديو كده علشان تضمني ان تطلعي من الوصف من الفيديو معايا مستفاده بنسبه 100%. وهقول لك بالظبط جابت على الميزان كم، يعني كم كيلو بالحليب اللي انا عملته. يلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين محترمين، لايك وشير وسبسكرايب بلس مميزه. اتمنى يا جماعه تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فايده للجميع. واتمنى متابعين الجمال ينورونا على صفحتي الجديده على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وهسيبه لكم برده في صندوق الوصف. ويلا بينا. مبدئيا كده انت شفتوا في بدايه الفيديو انا معايا 4 كيلو من الحليب، يكون من عند اللبان. ما ينفعش ابدا لبن معلب او مبستر، وبحب ان انا اصفيه كده كويس علشان ايه؟ اضمن ان ما فيهوش اي شوائب. برجع واقول تاني، ما ينفعش لبن معلب او لبن شركات، علشان اللبن ده بيبقى معالج ان هو ضد الجبن. لبن من عند اللبان يكون كامل الدسم وانت ضمناه. بعد كده هاخد منه حوالي 3 مغارف في الشفشق الخلاط، ومعايا علبة زبادي عادية خالص، علشان هي دي الخميرة بتاعتنا اللي هتخلي الجبنة تربط معايا. وبعد كده بحطهم في الخلاط، واحط علبة الزبادي دي معاهم، واضربهم ضربتين 3 كده كويس قوي لحد ما يدوبوا مع بعض. وباخد الحليب ده قبل ما اضيف الزبادي واللبن اللي في الخلاط، باخده ادفيه زي دمعة العين، بس يعني اوعي تسخنيه. يعني زي دمعة العين، بتحط صباعك كده اكنه دافي كده زي دمعة العين، لان انت يا ست الكل لو سخنتيه قوي هيتأخر معاكي في التجبين وهينصي شرش، يعني مش هيرمي معاكي جبنة كتير. فلازم دفان بسيط. انا بحب اقول كل التفاصيل علشان ان شاء الله الوصفة تنجح معاكي بنسبة 100%. بعد ما ضربت الكلام ده كله في خلاط الزبادي مع الحليب، ببدأ اصبه على الحليب اللي انا دفيته تدفية بسيطة، وبرجع بعيد تاني. دايما بكرر علشان يا ست الكل تدعيلي بدل ما تدعي عليا. وبعد كده بقلب الحليب كويس قوي، وهغطيه واحطه في مكان دافي. الوقت ده كنا بالليل، وهسيبه لتاني يوم الصبح. لو عندك مفيش مكان دافي هتشغلي الفرن دقيقتين 2 بس يدفى، وبعدين تطفيه وتحطش الحلة فيه وتغطيه بفوطة كويس قوي. اهم حاجة تحطيه في مكان دافي لتاني يوم لحد الصبح يعني. قعد ليلة كاملة، وبعد تاني يوم ده كان شكله. طبعا ربط معايا والقشطة طلعت على الوش. طيب اللي بيترج قدامك ده تحت القشطة ده شرش بتاع الجبنة. في الوقت ده هدخل الجبنة دلوقتي معايا في التلاجة ساعة واحدة. هقولك ليه أنا بدخلها ساعة واحدة. أنا بحب أقول يا جماعة كل حاجة كبيرة وصغيرة المتابعين بتوعي. وبعد ما دخلتها التلاجة بدخلها التلاجة علشان القشطة تتربط معايا كويس، وابدأ اشيلها من غير ما تختلط بالجبنة. شايفين؟ هو ده الشرش اللي تحت القشطة اللي انا بقولك عليه ست الكل. هنبدأ نشيل القشطة على جنب كده ونتعامل مع الجبنة. انا بقى بقولك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت. يعني هتقولي لي انت بتشاهديني من اني بلد، او يعني تقيمي المحتوى بتاعي. يعني حابه تبعتيلي مثلا ورده جميله زيك او وجه مبتسم، هيسعدني كتير. وحابه اشكركم والله كتير جدا جدا على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا والله بتفرحني كتير، وما تجيش الا من اجمل اخوات فعلا، ومفيش كلام بعد كده. ونرجع الفيديو بتاعنا. بعد ما شلنا القشطة على جنب هنبدأ نقطع الجبنة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انا طبعا مش هستخدم حصيرة ولا الكلام ده خالص، علشان في ناس بتقول لي احنا ما عندناش حصيرة اللي بتعمل فيها الجبنة دي. طيب هنجيبي مصفى عادية خالص، وبعد كده تجيبي يعني شاشة كده خفيفة كده يكون الخرام بتاعتها واسعة، وتحطيها فوق المصفى. وبعد كده تبدأي تحطي الجبنة فيها. حد كده متفقين؟ مفيش اسهل من كده خالص. حد هيقول لي طبعا يا جماعه الجبنه القريش بتبقى ما فيهاش دسم خالص، لكن الجبنه دي فيها دسم، بس مش يعني الدسم اللي في اللبن كله ما طلعش في القشطه، لا اللبن نفسه فيه دسم تاني. فيبقى جبنه يعني تحسي ان هي كده اكنها زبده وانت بتاكليها، طعمها جميل جدا. وبعد كده حطيتها في الشاشه، ببدا اقلب كده زي ما انت شايفه. وبعد كده هسيبها بقى اغطيها، واسيبها مثلا ساعتين 3 4 لحد ما تنصي الشرش بتاعها كله. طبعا انا حاطه تحتها دلوقتي يعني صينيه علشان الشرش ينزل فيها. احنا يا جماعه مش بنرمي حاجه خالص من اللبن، كل حاجه بنستخدمها، واقول لك بتستخدميها في ايه بالظبط.
ببدأ أغطيها كده. لو انت عايزة يعني تنزل الشرش بتاعها بسرعة، هتحطي أي غطا كده وتحطي حلة مية مثلا فوق الغطا تقلي يعني، علشان تتقل عليه وتضمني إن الشرش ينزل بسرعة. هتقعد معاكي 3 4 ساعات كده لحد ما تبصي كده للشاشة، تحسي إن مبقاش خلاص فيها شرش. بعد كده جمدت خالص اهي والشرش كله طلع منها. بعد كده بنبدأ نقطعها. حد هيقول لي انت ما ملحتهاش ليه في البداية؟ يعني ما حطيتيش في اللبن ملح ليه اول ما جيتي تعملي؟ هقول لك يا ست الكل، بحب ان انا اقول كل حاجه للمتابعين الكبيره يعني صغار قبل كبيره. لان انا لو حطيت ملح يا ست الكل في الحليب من الاول، الشرش اللي هيطلع هيبقى حادق، وانا عايزه استخدم الشرش ده. الشرش ده اللي هو اللي بيطلع يا جماعه لما نحول الجبنه الحليب لجبنه. انا عايزه استخدم الشرش ده في المعجنات، يعني بحطه في الفريزر، اي معجنات، قرص بقى، اي حاجه، عيش، اي حاجه بعمل بيه. علشان كده ما حطيتش ملح في الاول. حد هيقول لي برضو طيب ما حطيتش ملح ليه لما جيتي حطيتي الجبنه في المصفى؟ هقول لك برضو علشان الملح بيأخر ان الجبنه تربط معاكي، هيخلي الجبنه طريه كده ومش هتنزل الشرش بتاعها كله. فاحنا التمليح هقول لك هنملحه ازاي دلوقتي. بعد كده علشان بعض الناس يا جماعه بتحب تعرف الميزان، ال4 كيلو حليب دول صفوا كام كيلو جبنه؟ حبيت ان انا اوزن معاكي اهو، يعني على عينك يا تاجر، جابوا حوالي كيلو 300 جرام. دول يا جماعة في الأول كنا 4 كيلو حليب. بعد كده هو الشرش ده يا جماعة، أو في ناس بتقول عليه مصل اللبن، ده الشرش بقى اللي بيطلع، بحطه في الفريزر وبستخدمه في أي معجنات. اوعي ترمي أي حاجة خالص. وبعد كده دي القشطة اهي هنركنها على جنب ونحولها لزبدة دلوقتي. هنملح الجبنة ازاي؟ هتجيبي 3 4 مغارف من الشرش ده، وهتبدأي على حسب بقى انت عايزة الجبنة عندك ملح خفيف أو عايزاها حادقة زي ما انت حابة بقى. كل بقى واحد على حسب هو بيحب ايه. وهنبدأ ندوب الملح فيه على حسب رغبتك. وبعد كده بنبدأ نرص قوالب الجبنة زي ما انت شايفة كده. طيب لو انت حباها بنكهة الشطة، هتجيبي قرن شطة كده وتفتحيه وتحطيها في قلب الشرش علشان تاخد ريحة الشطة. مش حابة الفكرة دي؟ خلاص يا ست كل ما تعملهاش. وهنحتفظ بها في التلاجة زي ما هي كده، تحطيها في علبة تلاجة محكمة او اي حاجة وتقفليها كويس. والتمليح ده بتاعك انت على حسب ما انت عايزة. انا حابة اقولك ان الجبنة ده اوعي تفتكري اللي انت بتشتريه من بره ده جبنة لبن طبيعي، لا طبعا يا جماعة، بيخلطوا لبن بودرة، بيخلطوه يعني بلاوي بصراحة، لان الجبنة اللبن الطبيعي غالية جدا يا جماعة. بعد كده حبيت ان انا اقطعها معاك واوريكي قد ايه اكنها زبدة. شايفين ناعمة قد ايه؟ شايفين عاملة ازاي؟ وخدنا بقى قشطة منها، وطبعا حاجة فوق الوصف. بعد كده القشطة دي طبعا مش هي كلها اللي طلعت من الحليب، كان معايا انا بحوش يا جماعة القشطة في الفريزر. لما بيكونوا عندي شوية ببدأ اضربهم في المضرب كده، او ما عندكيش مضرب بايدك تنك تلفي كده لما تجمد معاكي وتطلع اللبن اللي هو فيها ده. اللبن ده يا جماعة احنا بنسميه لبن رايب، برضو مش بنرميه، بنستخدمه في المعجنات، بنحطه في الفريزر واي معجنات تقدري تعملي بيه، يبقى طعمه جميل جدا. وبعد كده ما الزبدة طلعت بضغط عليها كده اصفيها كويس قوي من اللبن الرايب ده او الخض، في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. وبعد كده ببدأ املحها. التمليح ده على حسب رغبتك، عايزة تزودي ملح تقللي، مش عايزة تحطي فيها ملح خالص اللي انت حابة، بس انا بحب احط شوية كده علشان يبقى طعمها مستصاغ معايا، اطبخ بيها، احطها في اي حاجة. واسيبكم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.